عايز اقولك على حاجه بسيطه بس بتضيع تعب ناس كتير. ترش فطري ما يجيبش نتيجه، ترش حشري برضه مفيش فايده، ترش مغذي نفس النظام، تغير الشركه وتقول يمكن برضه الدواء وحش نفس الكلام. بس يا صاحبي العيب مش في الدواء، العيب في الارض لانها اتاذت من سوء الاستخدام والعمل بدون علم. بص انا مش ضد الرش ولا المغذيات ولا الفطريات، كل دي حاجات مهمه ومحدش يقدر يستغنى عنها، لكن المصيبه انك مركز كل تعبك في الرش، رش حشري رش فطري رش مغذي، وسايب الارض اللي شايله كل ده لا بتغذيها ولا بتراعيها. الارض دي يا جماعه زي البني ادم، لو فضلت تديها دواء من غير ما تهتم بصحتها هتيجي في يوم وتتعب، وساعتها لا دواء هينفع ولا مغذي. الارض بقت مليانه املاح واعفان ونيماتوده، والنبات بيضعف يوم بعد يوم وانت لسه بتدور على دواء يشيل المشاكل. طب ازاي الدواء يشتغل والتربه نفسها بقت مريضه وتعبانه؟ الارض محتاجه تتنفس، محتاجه ترتاح، تتنظف وتتجدد وترجع لها عافيتها من تاني، وساعتها صدقني اي دواء بسيط هتستخدمه هيشتغل معاك فورا، لان النبات هيكون واقف على ارض صحيه مش ارض مريضه. قبل ما تقول الدواء وحش اسأل نفسك سؤال واحد، هو أنا أرضي لسه عايشة ولا خلاص ماتت؟ جدد أرضك لأن رزقك كله طالع منها. الأرض دي هي حياتك وشغلك وتعبك، خلي بالك منها علشان هي كمان اللي شايلة رزقك.